لما الراجل يرجع من شغله تعبان قرفان مش طايق نفسه، فيقول لها انا تعبت قوي، انا قرفت من الشغل، انا عايزه اسيب الشغل، انا عايزه اقعد في البيت، انا تعبت من الحر والمواصلات والقرف. هنا لو الست ردت، هو هنا بيتكلم بالمشاعر والاحاسيس، لو هي ردت بالعقل والمنطق وقالت له ايه المشكله يعني، ما كل الرجاله بتشتغل، هو انت عايز تقعد في البيت وانا اللي اصرف عليك؟ ما طبيعي ان كل الرجاله هي اللي بتشتغل. هنا هو هيقول عليها ما عندهاش دم. ليه؟ لانها ردت بالعقل والمنطق على كلام هو بيقوله بالمشاعر والاحاسيس. هو كل اللي عايزه في الموقف ده انها تقول له معلش الله يكون في عونك، معلش انا عارفه ان انت بتتعب، بصراحه انت مجهودك كبير، بصراحه الله يعينك كده. ترد عليه بالمشاعر والاحاسيس زي ما هو بيتكلم بالمشاعر والاحاسيس. لكن لو ردينا على المشاعر بالعقل والمنطق هيبان قوي ان احنا ما عندناش دم ولا احساس. زي واحده رايحه تولد فبتقول لجوزها انا خايفه قوي من الولاده، مش عارفه هعمل ايه، انا خلاص هولد. فيرد عليها جوزها يقول لها ايه الجديد يعني، ما كل الستات بتولد، انت محسساني ليه ان انت رايحه تحاربي؟ هو كلامك منطقيا صح، بس جه في الوقت الغلط. هي حاليا مش عايزه تسمع كلام منطقي، هي حاليا عايزه تسمع كلام بالمشاعر. معلش حبيبتي انا جنبك ما تخافيش والكلام ده. فدايما يا جماعه لما حد يكلمنا بقلبه ما نردش عليه بالعقل، لما حد يكلمنا بالمشاعر والاحاسيس ما نردش عليه بالعقل والمنطق.